نظام العمل في إيطاليا وما أدراك ما العمل في إيطاليا. باش نحكي على الشغل، باش نحكي على التريديتشيزيما، الكواتور ديتشيزيما، التي اف ار، بريافيزو دي ديميسيوني، باش نحكي على عدد ساعات العمل، باش نحكي على تشي ان ال. موضوع مهم ياسر صراحة، نتمنى انه يفيدكم وكهو. المهم، قبل ما نبدأ، السلام عليكم، تحياتي لكم، إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله عائلاتكم تكون الكل بخير. نعرفوا كلنا أنه الخدمة في إيطاليا مهمة ياسر، لذا من المهم أنه نعمل فيديو باش نحكي على نظام العمل في إيطاليا. نبدأ بعدد ساعات العمل. ينظم قانون العمل وعدد ساعات العمل من خلال العقود الوطنية للعمل. في إيطاليا تسمى تشي ان ال، يعني كونتراتو كوليتيفو ناسيونالي دي لافورو، عقد الجماعي الوطني للعمل في إيطاليا. شنو هو تشي ان ال؟ هو القانون المنظم لعلاقتك مع صاحب العمل داخل القطاع اللي تخدم فيه، وفيه تفاصيل حياتك المهنية في ذلك العقد. يعني لازم تكون تعرف يعني تشي ان ال اللي انت تابعه. مهم ياسر الحاجة دي باش تفهم ما لك وما عليك. اوكي، عدد ساعات العمل الكاملة هو عادة 40 ساعة أسبوعيا. في بعض القطاعات يكون 38 39 حسب عقد الوطني، حسب تشي ان ال متاعك. الحد الأقصى القانوني بما في ذلك العمل الإضافي هو في المتوسط 48 ساعة أسبوعيا. يتم توزيع الساعات 8 ساعات في اليوم لمدة 5 أيام، أو بنظام ساعات أقل. أوكي، يجب أن يحصل العامل على راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة متواصلة كل 24 ساعة، يوم راحة أسبوعي واحد على الأقل. أوكي، هذو من الساعات القانونية. لكن فما حاجة اسمها العمل الإضافي، سترا أورديناريو. العمل الإضافي هو كل ساعة عمل تتجاوز الساعات المحددة في عقدك الأسبوعي. مثال، إذا كان عقدك 40 ساعة وانت عملت 45 ساعة في الأسبوع، أكل 5 سوايع ذوكم يتحسبوا سترا أورديناريو. كيف يتم حسابه؟ فلوس كوتي فلوس. العمل الإضافي لا يدفع بنفس قيمة الساعة العادية، بل بزيادة تسمى ماجوراتسيوني، ونسبة الزيادة تختلف حسب نوع عقد العمل وتوقيت العمل. عادة تكون الزيادة إذا كان في النهار بين 15 و 30%. مثلا أنت الساعة متاعك ب10 يورو، تكون يا 11 يورو 50 يا 13 يورو. وإلا إذا كان تخدمها في الليل الساعة الزايدة ذيك، تكون الإضافة بين 30% إلى 50%. يعني أنت تاخذ 10 يورو في الساعة، إذا كانت تخدمها في الليل الساعة الزايدة تولي يا 13 يورو يا 15 يورو. أوكي، ومع العلم نسبة أعلى في أيام الأحد والعطل الرسمية. يجب الانتباه للمسألة هذه. هل العمل الإضافي إجباري؟ لا يمكن فرضه بشكل تعسفي. مش يجي صاحب العمل يقول لك بالسيف، فماش حاجة بالسيف. يجب أن يكون ضمن حدود المنصوص عليها في العقد. هناك سقف سنوي لساعات العمل الإضافي يختلف حسب عقد العمل. أوكي، نقطة مهمة، جميع ساعات العمل بما فيها الإضافية يجب أن تكون مسجلة في البوستا باغا، يعني في كشف الراتب. إذا لم يتم تسجيل الساعات الإضافية يحق للعامل المطالبة بها. أوكي، نمشيو إلى النقطة المهمة الأخرى، هي التريديتشيزيما. شنو هي دليل التريديتشيزيما؟ هو راتب إضافي يمنح للموظف مرة واحدة في السنة، وغالبا يصرف في شهر ديسمبر قبل عيد الميلاد، قبل 24 ديسمبر. كيف يتم احتسابها؟ يتم اقتطاع جزء من الراتب شهريا بشكل تراكمي. عند نهاية السنة يحصل العامل على المبلغ كاملا. أوكي، عادة
يعادل المبلغ راتب الشهر كامل تقريبا، لكنه يخضع للضرائب. من يحق له الحصول عليها؟ شكون له الحق في الحصول على التريديتشيزيما؟ معظم عقود العمل في إيطاليا تنص على ذلك. الأغلبية متاع عقود العمل في إيطاليا لازم فيها تريديتشيزيما يا جماعة. أوكي، بخيل مش كيما الكواتوريتشيزيما. الكواتوريتشيزيما هو راتب إضافي آخر، لكن لا يشمل جميع القطاعات. يعني لازم يكون مقيد في الكونترا متاع الخدمة إنه عندك الحق في الكواتوريتشيزيما، مش كيما التريديتشيزيما. لازم الكواتوريتشيزيما أنت والكونترا متاعك. وقتاش يعطوه؟ عادة في شهر 6. وفي أي القطاعات موجود هالكواتوريتشيزيما؟ عادة في قطاع التجارة، الكوميرش، وإلا السياحة، وإلا بعض قطاعات الخدمات. يعني لازم مراجعة العقد اللي عم عملوه لك باش تعرف هل عندك الحق في الكواتوريتشيزيما وإلا لا. نمشيو إلى حاجة مهمة ياسر اللي هي TFR بالإيطالية، تراتامنتو دي فيني رابورت. دي فيني رابورت نهاية عقد العمل، هو تعويض نهاية الخدمة. TFR هو تعويض نهاية الخدمة، وهو مبلغ مالي يتم ادخاره لك طوال فترة عملك. كيف يعمل النظام؟ TFR يخصص صاحب العمل نسبة معينة من راتبك لصالح TFR كل سنة. أوكي، تقريبا الشهر على كل سنة. مثلا أنت الشهرية متاعك 1000 يورو مثلا، نقولوا باش نسهلوا الحساب، وخدمت 5 سنوات مع الشركة ذيك. كيف تجي خارج من الخدمة لازم يعطوك TFR اللي هو تقريبا 5000 يورو. فهمتوني ولا؟ باهي. مع العلم TFR لا يدفع شهريا، بل يدفع عند انتهاء علاقة العمل. هناك حالات معينة ولأسباب معينة ممكن تطلب نسبة من TFR من صاحب العمل لأسباب معينة، الصحة، تشري الدار. أوكي، مش نبدو واضحين. توا السؤال، وقتاش ناخذ TFR هذايا؟ عند انتهاء عقد العمل، أو عند الاستقالة، أو عند الفصل، أو عند التقاعد. مع العلم يمكن للعامل اختيار تحويل TFR إلى صندوق التقاعد التكميلي فوندو بنسيوني، مما يساعد على زيادة المعاش التقاعدي مستقبلا. فما شكون يقول أنا TFR هذايا نحب نحطه في الفوندو بنسيوني، معناها للتقاعد متاعي، وبالتالي كيف يخرج في التقاعد يولي التقاعد متاعه عالي. لكن الأغلبية شنو؟ TFR يخلوه في الشركة. يعني أنت لازم تعرف TFR متاعك، إما ريماستو إن أزيندا وإلا فيرساتو الفوندو بنسيوني. كيفاش تعرف؟ كيفاش نعرف؟ سهلة يا سب، تمشي للكود متاعك وتقرأ. نورمالمون في النقطة 810 811 يبدأ مكتوب TFR قداش، وهل هو في الشركة وإلا فوندو بنسيوني. أوكي، نمشي إلى الحاجة الأخرى المهمة جدا اللي هو لا ديزوكوباسيوني، إعانة البطالة، يسموها ناسبي. الناسبي تعطى في حال فقدان العمل بشكل إرادي، بشكل، سامحوني لعل فيها خير باش تفهموا، بشكل غير إرادي. مش أنت قدمت الاستقالة وتحب تاخذ البطالة، لا. يحق للعامل التقدم بطلب الحصول على إعانة البطالة المعروف باسم ناسبي عند فقدان العمل لأسباب غير إرادية، انتهاء العقد العمل، بطلوك من الخدمة، ولازم توفر اشتراكات كافية في الضمان الاجتماعي، ولازم تعمل الطلب خلال 68 يوما من تاريخ انتهاء العقد. أوكي، قيمة الإعانة ومدتها، القيمة متاعها قديش؟ تحسب بناء على متوسط الراتب السابق. تقريبا مثال نقول احنا واحد ياخذ 1000 يورو، يعطوه من الأول 75%، يعني 750 يورو
لكن راهو ديزوكوباسيوني ما تبقاش ديما، راهي عندها مدة معينة، أقصى حاجة هي عامين. مثال شخص خدم قبل ما يطلب الديزوكوباسيون يخدم 4 سنين، فالقانون يقول عندك الحق في عامين ديزوكوباسيوني. وإلا شخص آخر قبل ما يطلب الديزوكوباسيوني خدم عامين، فعنده الحق في نصف المدة، معناها عنده الحق في عام ديزوكوباسيوني. أوكي، نقطة مهمة يجب الانتباه لها، جميع هذه الحقوق اللي حكينا عليهم مرتبطة بوجود عقد عمل قانوني. ونوع القطاع والعقد الوطني اللي هو تشي ان ال مهم ياسر باش تعرف الحقوق والواجبات متاعك. وديما عليكم تراجعوا البوستا باغا، من المهم ديما تحتفظ بهم. اوكي باهي، حاليا نتعدوا الى موضوع اخر اللي هو مهم زادا، اللي هو اشعار الاستقالة في ايطاليا، بريافيزو دي ديميسيوني. يعني عند الرغبة في الاستقالة من العمل في إيطاليا لا يكفي تمشي صاحب العمل وتقول له تشاو تشاو من غدوة تبطل، لا إياك إنك تعمل هكاك. أول حاجة نعرفوا شنو هو البريافيزو ديميسيوني، إشعار الاستقالة في إيطاليا، التنبيه قبل الاستقالة. هو المدة الزمنية التي يجب على العامل الاستمرار في العمل خلالها بعد تقديم الاستقالة، يعني قبل مغادرة الوظيفة بشكل رسمي. شنو الهدف منها؟ إعطاء صاحب العمل وقتا لتنظيم العمل والبحث عن بديل وضمان انتقال منظم للمهام. والحاجة المهمة اللي باش نقولها لكم بالعامية باش تخلي بقعتك نظيفة، مهم ياسر. السؤال المطروح، أنا باش نبطل من الخدمة كم مدة الإشعار؟ معناها قداش قبل بقداه لازم نعطيهم الإشعار هذا؟ تختلف حسب نوع عقد العمل، حسب تشي ان ال. هذاك علاش لازم تعرفوا تشي ان ال نتاعكم، يعني ينظم الكونترا نتاع الخدمه. ويرتبط زاد البريافيزو بعدد سنوات العمل ومستوى العمل اللي هو الليفيلو. اوكي، عاده المده تتراوح بين 15 30 يوم بالنسبه لنا احنا، المناصب الاداريه المهمه توصل حتى اكثر. الخلاصه، لمعرفة المدة الدقيقة يجب الرجوع إلى العقد الوطني المطبق عليك تشي ان ال، يبدأ مكتوب فيه كل شيء. ماذا يحدث إذا لم يحترم مدة الإشعار؟ إذا غادر العامل دون احترام فترة البريافيزو يحق لصاحب العمل خصم المبلغ من مستحقاته، غالبا يخصم إما من التي اف ار أو من الراتب الأخير. أوكي، نعطيكم مثال. إذا كان الإشعار المطلوب 30 يوما وغادرت بعد 10 أيام فقط، قد يخصم راتب 20 يوما من مستحقاتك. لذا باش ما تخسرش الفلوس لازم تعرف قبل بقداه تقدم بريافيزو دي ديميسيون. هناك حالات معينة تنجم تستقيل من غير ما تعمل بريافيزو دي ديميسيوني، اللي هي استقالة لأسباب خطيرة، جوستا كاوزا، وإلا ما خلصوكش، وإلا سوء المعاملة. هنا تنجم تبطل ديريكت، لكن لازم كل شيء موثق، لازم بالدليل، مش على زي راسك. أوكي، بصراحة إن شاء الله الفيديو يكون نافعكم. فما واحد باش يسألني سؤال أنا متأكد، يا دالي وين الخدمة في إيطاليا؟ وكيفاش نلقى خدمة؟ وانت تحكي لي كيفاش نعمل استقالتي، أنا ما لقيتش الخدمة. هذا إن شاء الله موضوع الفيديو القادم، نحكي على نصائح كيفاش نلقى خدمة في إيطاليا. إن شاء الله الفيديو يكون أفادكم، انشروه لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله.